الأمراض الفيروسية أخطر عدوى ممكن يواجهها أي مربي حمام، مش بس لأنها بتنتشر بسرعة، لكن لأنها ممكن تمسح السرب بالكامل في أيام قليلة ومن غير ما تلحق تتصرف. الفيروسات دي هي القاتل الصامت، تدخل من فرد واحد وتضرب الكل، والمشكلة الكبيرة إنها ملهاش علاج نهائي زي الأمراض البكتيرية. من أشهر وأخطر الأمراض دي النيوكاسل، أو كما يعرف في مصر باسم الروشة. فيروس بيأثر على الأعصاب ويخلي الحمام يلف حوالين نفسه بشكل مخيف. والجدري، وده بيظهر في شكل حبوب على الجلد أو جوه الفم ويضعف الحمام لحد ما يقع. والكارثة إن الحمام المصاب ممكن يبان سليم في الأول، لكنه بيكون ناقل للعدوى، ينشر المرض بهدوء لحد ما تكتشف متأخر. عشان كده لازم كمربي تكون دايما سابق المرض بخطوة، طعم الحمام في مواعيده. التحصين ضد النيوكاسل بيكون مرتين في السنة، في شهر 4 وشهر 10. حافظ على نظافة المكان والمعالف والمية يوميا. استخدم رافع مناعة ومضادات فيروسية بانتظام، واعزل أي حمامة تظهر عليها أعراض فورا. وما تشتريش حمام من مصدر مش مضمون، واعزل الجديد من 2 ل3 قبل ما تدمجه بالسرب وبعد ما تتأكد من سلامته. الوقاية أرخص من العلاج، وحياة الحمام في رقبتك كمربي واعي. محتاج تعرف جدول التطعيم أو نوع المصل المناسب؟ اكتب لي في التعليقات وهرد عليك فورا. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير، وما تنساش تتابعنا. عندنا كل جديد في عالم الطيور والحمام